باسم الأحرار. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. احنا الشعب الخط الأحمر. احنا الشعب الخط الأحمر. عار عار مجلس عار. عار عار مجلس عار. رايح تكشف على العذرية. رايح تكشف على العذرية. الثوار مش بلطجية. الثوار مش بلطجية. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. مصر دولة مش معسكر. مصر دولة مش معسكر. 60 سنة من حكم العسكر. 60 سنة من حكم العسكر. يعني ايه حكم العسكر؟ يعني ايه حكم العسكر؟ يعني سجون مفتوحة يا بيه. يعني سجون مفتوحة يا بيه. يعني فلوس منهوبة يا بيه. يعني فلوس منهوبة يا بيه. يعني بنات مسحولة يا بيه. يعني بنات مسحولة يا بيه. يعني شباب مقتولة يا بيه. يعني شباب مقتولة يا بيه. عمر سجنك بيحرر بلد. سجنك بيحرر بلد. اكتب على حتة زنزانة. اكتب على حتة زنزانة. حبس الصور عار وخيانة. حبس الصور عار وخيانة. يلي ساكت ساكت ليه؟ ياللي ساكت ساكت ليه؟ بعد شرفك فاضي ليه؟ بعد شرفك فاضي ليه؟ خدت حقك ولا ايه؟ خدت حقك ولا ايه؟ انزل واسترجل ما تخافش. انزل واسترجل ما تخافش. انزل قول للعسكر يمشي. انزل قول للعسكر يمشي. عسكر يحكم مدني ليه؟ عسكر يحكم مدني ليه؟ ورثتونا ولا ايه؟ ورثتونا ولا ايه؟ احبس واحد يصرخ 100. احبس واحد يصرخ 100. مش هتنسونا القضية. مش هتنسونا القضية. يا طنطاوي يا عناد. يا طنطاوي يا عناد. بكرة نجيبكوا الميدان. بكرة نجيبكوا الميدان. ما زهقناش ما تعبناش. ما زهقناش ما تعبناش. الحرية مش ببلاش. الحرية مش ببلاش. هاتوا اخواتنا المعتقلين. هاتوا اخواتنا المعتقلين. هاتوا اخواتنا من الزنازين. هاتوا اخواتنا من الزنازين. الحرية لكل سجين. الحرية لكل سجين. الحرية مصريين. الحرية مصريين. يعني ايه حكم العسكر؟ يعني ايه حكم العسكر؟ يعني سجون مفتوحة يا بيه. يعني سجون مفتوحة يا بيه. يعني بنات مسحولة يا بيه. يعني بنات مسحولة يا بيه. يعني فلوس منهوبة يا بيه. يعني فلوس منهوبة يا بيه. يعني شباب مقتولة يا بيه. يعني شباب مقتولة يا بيه. يا إعلام الحرامية. يا إعلام الحرامية. الثوار مش بلطجية. الثوار مش بلطجية. عمر السجن بغير فكرة. عمر السجن مغير فكرة. عمر القهر مأخر بكرة. عمر النهار مغير بكرة. سيبوا الورد يفتح سيبه. سيبوا الورد يفتح سيبه. توبة منا ومش هنسيبه. توبة منا ومش هنسيبه. شيكة منا ومش هنسيبه. شيكة منا ومش هنسيبه. صنبو منا ومش هنسيبه. ذنبه منا ومش هنسيبه. يسقط يسقط حكم مبارك. يسقط يسقط حكم مبارك. يسقط يسقط كل مبارك. يسقط يسقط كل مبارك. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. احنا الشعب الخط الأحمر. احنا الشعب الخط الأحمر. مصر دولة مش معسكر. مصر دولة مش معسكر. يا حرية فينك. سامع نام. باطل 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 باطل. يا رب يا رب يا رب يا رب. هنعلمه منهج
الزنزانة. حكم العسكر عروي خيانة. حكم العسكر عروي خيانة. اكتب على حتة الزنزانة. اكتب على حتة الزنزانة. حكم العسكر عروي خيانة. حكم العسكر عروي خيانة. يسكت يسكت حكم العسكر. يسكت يسكت حكم العسكر. مصر دولة ومش معسكر. مصر دولة ومش معسكر. عسكر يحكم مدني ليه؟ عسكر يحكم مدني ليه؟ احنا في غابة ولا ايه؟ احنا في غابة ولا ايه؟ يسكت يسكت حكم العسكر. يسكت يسكت حكم العسكر. مصر دولة ومش معسكر. مصر دولة ومش معسكر. مصر دولة مدنية. مصر دولة مدنية. مش دولة عسكرية. مش دولة عسكرية. مش بيموت. اهتف اهتف علي الصوت. اهتف اهتف علي الصوت. ده اللي بيهتف مش بيموت. اللي بيهتف مش بيموت. صيحي يا مصري وصيحي. صيحي يا مصري وصيحي. هتفضلي مسلم ومسيحي. هتفضلي مسلم ومسيحي. صيحي يا مصري وصيحي. صيحي يا مصري وصيحي. هتفضلي مسلم ومسيحي. هتفضلي مسلم ومسيحي. مشاهدي قناة طريق ومن دار الفضاء العالي نتابع الوقفة يعني معانا الاستاذ فادي يوسف المنسق العام لائتلاف افراد مصر. قول لنا استاذ فادي يوسف انتوا واقفين هنا ليه؟ نرد جزء من الجميل اللي قدمه للشباب المسلم الثمانية اللي تظاهروا ضد تجديد نسبة الجنسية من 3 و 4 11 يناير 2011 قدام كنيسة العذراء المصلى. للأسف نظام أمن دولة فرق بين المسلم والمسيحي قبض عليهم مخصوص عشان يحاكمهم سنتين سجن النهارده لتضامنهم على الآباط، لأن تضامنهم على الآباط أصبح جريمة يعاقب عليها مصر. النهارده أنا واقف جنبيا الشيخ السلفي دوت بنعلن مع بعض إنه مسلم ومسيحي واحدة. التضامن اللي احنا بنقف بيه النهارده كرد جميل لهؤلاء الشباب اللي قامت بيه اللجنة القانونية لائتلاف أعضاء مصر بطلب استئناف حكم الصدر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا الحكم الجائر على الشباب المصري الحر اللي تظاهر ضد جريمة بشعة جريمة تفجير نسبة الصلاة. بنطرح سؤال: إذا تم الحكم على من تظاهر ضد هذه الجريمة، فأين الحكم على من قام بهذه الجريمة الشنيعة؟ مين اللي اتحكم لحد دلوقتي ومين اللي اتقبض عليه بجريمة نسبة الإسلام؟ ولا حد. احنا رايحين نحكم على الشباب اللي تظاهر ضد هذه الجريمة. وسؤال الثاني برضه: هل أصبح التضامن مع الآباط جريمة أم حق يجب أن نكلم هؤلاء الشباب على هذا الحق الذي أعطونا؟ لنا يعني نتعرف عليك على الصورة. قول لنا ايه رأيك انك انت تتضامن مع المصريين؟ مصر احنا كلنا مصر، كلنا احنا فين؟ احنا تايهين، احنا ضايعين. معانا محمد هو أول من يعني كانوا بيشهدوا على العسكر اللي دهس بلادنا في ماسبيرو، وهو متضامن مع ائتلاف أقباط مصر ضد المهزلة العسكرية. قول لنا يعني أنت النهارده واقف ليه؟ واقف بس عشان اقول للحكومه او المجلس العسكري بالذات اي واحد اتحبس بسبب التضامن مع اخواتنا الاباط ليه الشرف ان هو اتحبس بسبب التضامن دوت، لان الواضح كده ان اي حد هيتضامن مع اخواتنا الاباط هيبقى بالنسبه لهم مجرم، فاذا كان التضامن مع الاباط اجرام فانا مجرم زيه. استاذ محمد قول لنا نبذه عن الشهاده اللي انت شفتها في المحكمه. شهادتي كانت في الجامعه العسكريه في مره لما كانت القضيه في الجامعه العسكريه، وبعد كده قدام المستشار هي اختصارا الشهاده مش ضد الجامعه الفضلات بعينهم، اثنين نقباء، واحد نقيب شرطه عاديه وواحد نقيب قوات مسلحه ولواء شرطه عسكريه. الشرطه بالنسبه للنقيب القوات المسلحه ده كان من اول اصلا رصاصه اثناء ظهور مسيره ناس ماسبيرو.
النقيب الثاني ده اللي كان بيضرب المتظاهرين بالسلاح اللي فوق الرعب. اللواء الشرطه العسكريه ده اللي كان بيحرض بالقول دول جايين يموتوكم، يا اما تموتوهم تدافعوا عن نفسكم وتموتوهم يا اما يموتوكم. فانا كنت عايز اعرف بس، كنت نفسي اسال سياده اللواء دوت ويدافعوا عن نفسهم عن ايه بالنسبه لمسيره جايه سلميه تماما، لدرجه ان وانا في النيابه العسكريه كان بيحاول وكيل النيابه يثني عليا شهاده عايزني اقولها، وانا ما كنت رافض دوت، ان هي كان عايز يخليني اقول ان الاباط جايين معاهم سلاح. انا قلت لهم هم فعلا كان معاهم سلاح، بالنسبه لهم كان سلاح قوي قوي بالنسبه لاخواتنا المسيحيين، هو السلاح اللي هو الصليب، بس كان مقسم لنوعين، صليب خشب وصليب بينور. هو ده كان السلاح الوحيد اللي كان موجود في المسيره بتاعت الناس. شكرا جزيلا، وهو سلاحنا متواجد هو صليب يسوع المسيح. شكرا جزيلا. ما جبتش ليه يا عم جت اول حاجه. ايه؟ اعزائي المشاهدين قناه ري، معانا الاستاذ عماد الناصر العام لحركه مسجد الاحرار. قول لنا اخبار مسجد الاحرار، قول لنا وقفتكم هنا احنا جايين متضامنين اساسا مع اخواتنا المصريين الاحرار اللي وقفوا مع الحق ونزلوا رافضين الاحداث بتاعت كنيسه القديسين، جيران وزاره الداخليه والامن الدولي، وبس الفرقه والفتنه الطائفيه بين الافراد المسيحيين والمسلمين احداث كنيسه القديسين. الناس دي نزلت وقفت ضمت معاهم. احنا النهارده جايين متضامنين معاهم لان صدر لهم حكم 2 حبس نتيجه تضامنهم مع الاقباط، فاحنا نسيج واحد ومتضامنين معاهم في كل موقف هم فيه زي ما هم تضامنوا معانا بالظبط. فاحنا لا للمحاكمات الجائره ضد الشباب المحترم المعتدل المسلم اللي بيعرف وطنيته بجانب اسلامه، لكن اللي احنا شايفينه ان هم بيحكموا عليهم ب2 حبس نتيجه تضامنهم مع مظاهرات الاقباط قدام كنيسه العذراء مسرة شكرا بعد احداث تفجيرات القديسين. فاحنا بنطالب بان العدل والمساواه، العدل والمساواه في كل شيء بالنسبه ليهم وبالنسبه لينا، واحنا بنطلب اساسا ان احنا نوصل ان احنا نسلم الجناه الاصليين بتوع احداث القديسين، مش الناس اللي تظاهرت تطالب بدم الشهداء اللي راح في كنيسه القديسين. ايا كان مصريين مسلمين. القنبله اللي اتضربت لو كان في مجموعه مسلمين واقفين قدام باب الكنيسه كانوا معهم زي المسيحيين بالظبط. فالارهاب او الفتنه الطائفيه ما بتفرقش، دم مصري واحد. احنا محتاجين ان احنا نخلي الدم ده زي ما هو طاهر مصري ملوش علاقه بالاديان. وجايين برضو بنعلن اعتراضاتنا على اللجنه التاسيسيه للدستور، وبنقول الدستور لكل المصريين لكل طوائف الشعب، مش لفئه معينه، فئه النهارده حاكمه النهارده وقتها بالاغلبيه دخول الجنه ولا دخول النار. بس كانوا بيتكلموا على 35 مليون ادوهم اصواتهم، فال 35 مليون عقيدتهم هي اللي خلتهم تديه على اساس دخول الجنه ودخول النار، بدايه من الاستفتاء بتاع مارس اللي النهارده بنعاني وبنرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريتنا كنا رفضنا الاستفتاء التعديلات الدستوريه وعملنا استفتاء جديد يمشي عليه كل المصريين. النهارده هذه الفئه وهذه الاغلبيه الموجوده تستأثر باللجنه التأسيسيه وبالافراد اللي في اللجنه التأسيسيه، والنهارده رشحوا او من يومين رشحوا المهندس خيرت الشاطر بالتوافق مع المجلس العسكري، شالوا الاحكام الجائره اللي عليه والاحكام اللي موجوده عليه والاحكام كلها اللي على خيرت الشاطر عشان يترشح، ودي مؤامات بينهم وبين المجلس العسكري. محدش عارف الوضع هيوصل لايه، ولكن احنا بنتمنى لمصرنا العزيزه لبلد فيها حريه وعيش وعداله اجتماعيه. الثوره واحد وهنواصل حتى لو على حساب انفسنا.
والدنا شاب حاربنا. أصبح الآن مصر تعدادها 85 مليون، هل 7000 كله 85 مليون؟ فالأصل في المسلم والمسيحي والدم واحد والعرق واحد ولا يتجزأ. ماذا تقول عن الشيخ وجدي قداسة البابا شنودة؟ بابا شنودة من أهل الحكمة، ممن آتاهم الله عز وجل الحكمة والسداد في الرأي والقول الصحيح، ولولاه كنا هلكنا، كانت بقت فتنة من زمان. نصارى المهجر كانوا يريدون الفتنة لأهل مصر، واللي كان بيصدهم البابا شنودة مرارا وتكرارا، مش مرة ولا اتنين، مرارا. والحكمة اللي هي المطلوبة بالنسبة لقداسة البابا وبالنسبة للشيخ الأزهر وبيت العائلة موجود، والعلم موجود والحكمة موجودة، وهتظل مصر بخير إلى قيام الساعة، لأن الله هو الذي وعد. فضيلة الشيخ عايزين نرد حضرتك بما انك بتتكلم عن دلوقتي في شيخ اسمه الشيخ وجدي الدين كفر قداسة البابا الله ينيح روحه، قال هو رمز الكفر. ترد على الشيخ ده تقول له ايه؟ نحن لا نقول إلا ما قاله رسول الله، اذكروا محاسن موتاكم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر البابا بسوء ما دام أنه لاقى الله عز وجل وعرف ما له وما عليه، تذكر محاسنه لكن لا تذكر مساوئه. وأي إنسان على وجه الأرض أنت تذكر محاسنه طالما قام الرب كريم، لا تذكر له سيئة، لأن عالم الغيب هو الله، والذي يعلم السر وأخفى هو الله، والمحاسب هو الله، لست أنت إله في الأرض. كلنا يعني مصريين ودم واحد وعرق واحد، واحنا عندنا من الآيات قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أوصيكم بأقباط مصر خيرا فإن لنا فيهم نسبا وصهرا. أم إسماعيل عليه السلام من مصر، وماريا القبطية زوجة الحبيب أم إبراهيم من مصر،